بيبدأ فيلمنا مع سيمون رجل الأعمال اللي شغال في الممنوعات ومش فارق له حد، وبنشوفه وهو بيقابل شوية شباب بيدوروا على شغل وبيديهم حبوب كتيرة ببلاش يوزعوها على الناس بطريقتهم. وبيكون في شاب لمض اسمه نيوت بيسأله هي عبارة عن إيه، فبيفهمهم إنها حبوب قوة بتخلي أي حد ياخدها أقوى بكتير من أي شخص عادي. وبعد كام يوم بنشوف روبن وهي ماسكة الحباية وبتغني أغاني الراب اللي بتحبها، وفجأة بتسمع صوت شباب بره بتطلع تمشي وراهم وبتسألهم لو محتاجين يشتروا منها، وبيبقوا عايزين بس بيتهجموا عليها وبيحاولوا ياخدوا منها الحبوب اللي معاها. وساعتها بيظهر فرانك وبيثبتهم، وبيكون واحد فيهم عاوز يبلع الحباية، بيحذروا انها ممكن تخليه شخص قوي جدا او تدمره ويموت على طول، فبيخافوا وما بيرضاش ياخدها. وبيضحك عليهم وبيعرفهم انه معاه كلبشات واحدة بس، وبيقبض على روبن وبيسيبهم يمشوا، وبتنبهر من تمثيله علشان بيعرف يقلد ممثل مشهور. وبيفاجئها انه جاب لها العجلة اللي معاه هدية ليها وبيخليها تسوق بيهم وهم ماشيين، وبيفضلوا يلفوا بيها لحد ما بترجع بيتها الصبح. وبتدخل من الشباك علشان مامتها ما تشوفهاش، وبتحط الفلوس اللي معاها في شنطة الفلوس بتاعتها، وبنفهم انها مجمعة كل ده من الحبوب اللي بتبيعها. وتاني يوم بتنتشر الاخبار ان في واحد شاف شاب بيجري بسرعة عالية جدا مفيش انسان طبيعي يقدر يجري بيها، وان كمان في طفل نط من فوق العمارة وما حصلوش اي حاجة. وبنشوف جو هو رايح لنيوتو مع ورقة فيها رسمة تمساح، وبيمثل انه رايح يوصل له اوردر، وبيعرف شقته من التمساح اللي مرسوم على الباب بتاعها. وبيخبط عليه وبيفهمه انه تبع سيمون، فبيورب الباب وبيكلمه وهو ماسك له المسدس، وعلشان جو يطمنه بيطلب منه يكلم سيمون يتاكد منه. وفعلا بيروح يعمل كده، وبيستغل جو الوضع وبيفتح الباب بطريقته، وبيدخل يدور عليه وبيتفاجئ بتمساح عنده في الشقه. وبيروح لنيوتو وبيثبته، فبيتخض اول ما بيشوفه وبيطلع يجري بسرعه وبيستخبى، وما بيكونش جو عاوز يأذيه، بس كل اللي محتاجه انه يعرف مين اللي بيديله الحبوب. ومن خوف نيوت منه بياخد الحبايه، وبمجرد ما بيبلعها بيحصل تغيرات في جسمه غريبه، وبيبقى جو لسه هيهجم عليه فبيلاقي كتله نار طالعه في وشه، وطبعا ما بيقدرش عليه وبيطلع يجري منه لحد ما بينط من الدور اللي هو فيه وبينزل في شقه واحد تاني، وما بيرضاش يخبيه عنده. وبرضه بيروح نيوت وراه، بس كل ما النار تنطفي شويه يرجع تاني زي الاول. اما جو بيشغل الدش وبيستناه يدخل عليه عشان يطفيه، واول ما بيروح له بيمسكه يغرقه في البانيو وبيساله عن الراجل اللي بيديله الحبوب، وبعد ضرب فيه كتير بيعترف له ان اسمه ضخيم، لكن لما بيسأله عن مكانه بيزقه جامد، وده بيخلي جو يترمي على الارض، وبيفضل يحلم ببنته بعد ما العربية اتقلبت بيهم وهم بيخطفوها منه. وبعد ما بيفوق بيقوم يمشي وبيكون نيوت خلاص مات. وتاني يوم مامة روبن بتصحيها للمدرسة، ولما بتخلص لبس بتطمن عليها وبتدور على الاكل اللي بتاكله بتلاقيه خلص وكمان علاجها كله، فبتقرر تجيب لها وهي راجعة من المدرسة. بس وقتها بتفاجئها مامتها بالاخبار اللي نازلة عن شقة نيوت وهي والعة، فبتطمنها انه اكيد كويس. وبنروح لجو هو بيعالج الجرح بتاعه وبيغير هدومه ويظبط نفسه، وبيكون معاه تليفون نيوت بيقف يدور فيه شويه لحد ما بيلاقي رساله من روبن بتطمن عليه فيها. وقتها بتكون في المدرسه وما بتركزش في الشرح وبتفضل تتكلم معاه، لكنها ما بتكونش عارفه ان جو اللي بيبعت لها مش هو، وطبعا بيجرجرها في الكلام لحد ما بيعرف اللي عاوزه. وقتها بيلاحظ المدرس انها مش مركزه معاه وبيزعق لها عشان درجاتها وحشه، وبيسالها ايه الهوايات اللي عندها ممكن تخليه يقتنع انها ليها مستقبل بعيد عن التعليم. فصاحبتها بتقول له انها بتحب الراب وبيطلب منها تغني لهم حاجه، فبتتخيل انها بتغني بحماس والكل بيشجعها لحد ما بتفوق على صوت المدرس وهو عاوز منها التليفون، فبتسيب له الحصه وبتمشي. وفي نفس الوقت عند فرانك بيروح لموقع الحادثه الجديد، وهناك بيفهم منهم ان في واحد هجم عليهم كانه وحش ومحتجز كام واحد معاه جوه المبنى. وقتها بيقرر فرانك يتدخل وبيروح يقف مكان شرطي لحد ما بيروح عند باب المبنى وبياخد حبايه قوه وبيدخل يتسحب جوه. وبنلاحظ ان المجرم متخفي جدا، اما فرانك بيوصل للناس وبيسألهم عن مكانه، وفجأة بيلاقي حد بيخبطه من ظهره وبيطلع يجري، فبيروح وراه بسرعة وبيحاول يهرب منه وبيسرق عجلة واحدة وبيفضل ماشي بيها لحد ما بيسيبها ويركب باص، لكن فرانك ما بيسكتش وبيطلب من صاحب الباص يوقفه لحد ما بيعمل كده فعلا، وبرضه بيطلع يجري منه وبيدخل مطعم، فبيفضل يجري وراه، بس اول ما بيخرج المجرم من المطعم وبيشوف فرانك قدامه بيضربه بالنار وبيقع على الارض، بس بعد كام ثانية
بيفوق وبينزل فيه ضرب، فبيتخانق مع الرئيس بتاعه وبيضطر فرانك يسيبه. وفي نفس الوقت بيبعت جول روبن وبيتفقوا يتقابلوا وبيدخل مطعم يستناها. اما فرانك بتكشف عليه الدكتوره ووقتها بيدخل عليهم الرئيس بتاعه وبيطلع عارف انه اخد حبايه وبيأمره يسلم السلاح بتاعه، فبيتخانق معاه فرانك لانه ما عملش حاجه ضد القانون وان اللي عمله كان لمصلحه البلد وانه ماشي ورا اوامر كام واحد من الجيش متفقين مع المجرمين وبيشتغلوا لصالحهم، فما بيعرفش يقول له حاجه وبيحط الكاب قدامه وبيقعد. فبياخده فرانك وبيلاقي صوره ليه بيقعد يتفرج عليها، وبنروح لجو هو قاعد في المطعم معظم اليوم، وبتروح له الجرسونه بس بيضحك عليها بكلمتين وبتمشي لحد ما بيبقاش في حد غيره. وساعتها بتوصل روبن وبتدخل تدور على نيوت ما بتلاقيهوش، وبتطلع بره عشان تمشي بس بتتفاجئ ان العجله بتاعتها الكوتش بتاعها فرقع، وبتحاول تصلحه وهي مش مركزه. بيهجم عليها جو وبياخدها العربيه يحبسها في شنطه العربيه بتاعته. وقتها بيحاول فرانك يرن عليها وبيلاقي تليفونها مش مجمع، فبيبعت لها رساله بيقول لها فيها تقابلوا في المكان بتاعهم. وفي نفس الوقت عند جو بياخدها المكان مهجور وبيطلب منها تقول له كل المعلومات اللي عاوز يعرفها، وبيفتح لها الباب بس بتبقى عاوزه تهرب، فبيقفل عليها تاني وبيهددها انه يخلص على مامتها، فبتخاف وبعد صويت كتير بتضطر تسمعه، وبيفتح لها تاني وبيركبها جنبه، وبيفهم منها ان ضخيم هو اللي مسؤول عن توزيع الحبوب وبيكون عاوز يعرف حاجات اكتر، وبيعرف انها لو ما اتكلمتش هياخد موقف معاها هي ومامتها. وقتها عند ضخيم بيقف مع رئيسته مستنين واحده من اكبر رجال الاعمال واللي بتكون شغاله مع عصابات كتير، وبنعرف انها جايه تعمل معاهم صفقه وهتشتري منهم حبوب كتير، وبينزل يقابلها وبتفهمه انها محتاجه تشوف المنتج الاول ويعملوا لها عرض توضيحي عن نظامه علشان تشتريه وهي مطمنه، فبيعرفها انها هتبقى من اغنى الناس بسببه. وفي نفس الوقت عند فرانك بيلاقي حبايه واقعه على الارض وبيستغرب جدا، وقتها بتبعت له روبن رسالته بتستنجد بيه فيها، وساعتها جو بيشد منها التليفون بعد ما خلاها تبعت رساله لواحد جوه السوبر ماركت، وبيجبرها اول ما تدخل تطلب منها مشروب عليه علامه التمساح، وبتضطر توافق وبتدخل، فبيروح وراها وبيعمل نفسه شخص عادي بيتسوق. واول ما بتوصل عند بتاعه المشروبات بتطلب من اللي هناك تدخلها لصاحب السوبر ماركت، ووقتها واحد بيشتري حاجه بيسال جو، في الثانيه دي بتختفي روبن وبيدخلوها في مكان سري لحد ما بتروح للشخص اللي قال لها عليه، وبيسالها مين اللي قال لها عليه، وبتحكي له ان جو ان هو اللي قتل نيوت وكمان واقف بره، وده بيعصبه جدا وبياخد حبايه وبتخاف روبن بس بيطلب منها تفضل مكانها لحد ما يطلع له. واول ما بيخرج بيلاقيه في وشه وبيثبته وبيساله عن مكان ضخيم، وقتها بتكون الاوضه اللي فيها روبن جوه تريلا كبيره، فبيطلب من رجالته يمشوا بيها، وبينزل جو فيهم ضرب لحد ما بيخلص عليه وبيوقف التريلا، وبتبقى روبن خايفه جدا، واول ما بيرجع لها بيهلوس بالكلام وبيتخيل لها بنته، وبيدخل اوضه سريه بيلاقي كاميرات لكل اللي بيحصل، وبيتضايق جدا لما بيفهم انهم بيخلوهم يبيعوا الحبوب للناس عشان يجربوا عليهم الاول نتائجها، فبتحس روبن انها مش في امان وبتطلع تجري بسرعه. وقتها بيفوق صاحب السوبر ماركت تاني، ولما بينزل جو ورا روبن بيلاقيه مش موجود، وبنشوفه وقتها هو ماشي في السوبر ماركت، واول ما بيقابل روبن بينزل فيها ضرب، وفجاه بيظهر جو بيدافع عنها وبيخلص عليه، وبتكون خايفه منه وبتبعد عنه لما بيحاول يقرب لها عشان بتبقى شايفه انه قتل ابن عمها، فبيفهمها انه اخد جرعه زياده بس وان كل اللي عاوز يوصل لبنته، وبيتحايل عليها تعالج له الجرح بتاعه، وفي الاخر بيصعب عليها وبعد شويه بيقوم مخضوض وهي بتخيط له الجرح، بس بيطمن لها لما بتفهمه اللي بتعمله وبيستسلم لها تاني. وفي نفس الوقت فرانك بيوصل قدام بيت روبن وبيتفاجئ لما بيشوف عربيه تبع شركه ضخيم، وبيروح يشوف بيعملوا ايه، فبيسمعهم بيستجوبوا مامتها عن مكانها، وبيلف من ناحيه الحمام وبيدخل من الشباك وبيلاقيهم بيسالوها عن جو بعد ما عرفوا اللي عمله، وبيقلع فرانك هدومه وبيمثل انه من ضمن افراد البيت، وبيعمل نفسه كان بيستحمى وبيطلع لهم، وبيعرف مامتها على جنب انه تبع روبن وبيتخانق معاهم لانهم دخلوا البيت من غير اي امر تفتيش، وبيفتح فيديو لايف يفضحهم في لحد ما بيمشوا، وبيدور على بلاستر بسرعه لكن مامة روبن ما بتكونش واثقه فيه، فبيطمنها انه شرطي وعارف روبن اكتر من سنه ونص، لانها بالرغم من ذكائها الا انها ورطت نفسها مع ناس مؤذيه، وبيطلب منه تجيب له بلاستر بسرعه، فبتجيب له وبيطلع يجري بتليفون ورا العربيه اللي الراجلين مشوا فيها وبيلزقوا وراهم. وقتها عند جو بيسالهم ليه اهملت تعليمها واتجهت للشغلانه دي، فبتحكي له عن مامتها وانها عندها السكر وعلاجها غالي فاضطرت تعمل كده، وبيعرفها انه كان شغال تبع الجيش بس ما كانش بيحب نظامهم وقرر يفهم كل حاجه مع نفسه، وبيسالها عن هواياتها، وبتعرفه انها بتحب الراب، وبعد ما بيتحايل عليها بتغني له وبتبهره بطريقتها، وبيعرفها انها عندها موهبه لازم تطورها بعدين، وبتديله مضاد حيوي ياخده علشان الجرح، وبيمشوا من المكان اللي هم فيه، وبيعرفها انه هيروح لشخص معين علشان ينقذ حياه بنته، بتصمم انها تروح معاه تساعده فبيضطر يوافق، واول ما بيمشوا بتشوف صوره بنته وبتخليه يكلمها عنها، وبيعرفها انهم زمان اخدوا شويه جنود
من ضمنهم هو وعملوا تغيير في جيناتهم علشان يخلوهم ابطال خارقين، وفعلا حصل كده، بس ده اثر عليه جدا وخلاه اذى ناس كتير. ولما خلف بنته لاحظ انها ما بتتعبش زي الاطفال، ومع الوقت لاحظ انها عندها قوة خارقة. ولما الشركة اكتشفت كده اخدوها منه، وبيفتكر لما كانوا بيهربوا منهم، وبيتخيل روبن هي وبيطلب منها تربط حزام العربية، وبيعيش الموقف كأنه مع بنته. وبيفتكر في الاخر لما العربية اتقلبت بيهم واخدوها منه، وبيفوق على صوت روبن وهي بتسأله ماله. وفي نفس الوقت بيكون في زحمة جدا في البلد، وبيحاول فرانك يوصل لمكان روبن، وقتها بتكون وصلت مع جو المكان اللي هيعملوا فيه حفلة العرض التوضيحي للحبوب. واول ما بيشوف واحد من رجال الضخم بتقول له روبن عليه، وبيعمل نفسه ماشي وبيخبط فوق وبيضحك عليه بكلمتين، وبيرجع لروبن وهو سارق منه المفاتيح، وبتحذره من كام حاجة، وبيروح علشان يدخل، فبتكون عاوزة تروح معاه بس ما بيوافقش، وبيمشي لحد جوه بكل ثقة لحد ما بيدخل للراجل اللي معاه قوائم الاسماء اللي هتحضر الحفلة، وبيحاول يقنعه انه اسمه موجود معاه، بس لما بيتخانق معاه بيضربه جو بيخلص عليه. وفي نفس الوقت ضخم بيشرح للست اللي هتشتري منهم الحبوب عن فوائده، وانهم عاوزين بها يخلوا الانسان قوي جدا، وانهم حابين يربطوا بينه وبين الحيوانات عشان يبقى قوي زيهم. وقتها بيلبس جو لبس رجل الامن وبيدخل بالكود بتاعه عندهم، اما ضخم بيعمل البحر طحينه وهو بيشرح لها، وعشان يطمنها اكتر انه مش خطر بيوريها اوضه الامان اللي عاملينها. وبنروح لروبن وبنلاقي فرانك بيوريها صوره جو بيسالها عن مكانه، بس طبعا ما بترضاش تقول له، ولما بيضغط عليها بتفهمه انه مش مجرم وبيدور على بنته مش اكتر. فبيتخانق فرانك معاها لانه بيكون شايف ان كل اللي عاوزه فلوس مش اكتر، وانه لازم يقبض عليه. اما ضخم بيقرر يجرب على واحده تبعهم وبيدخلها جوه الاوضه، وبيطلب منها تاخد الحبايه، وساعتها بتبدا تدخل في حاله غريبه، وبنشوف جو هو بطريقته الخاصه بينها حياه واحد من الامن اللي واقف. اما ضخم بيوريهم ازاي بيتحكم في مشاعر البنت اللي في الاوضه، وقتها بيروح له جو بيديله مشروب فبيتخض اول ما بيشوفه، وبيطلب منه جو يمشي بسرعه وهيطلع وراه، لكن واحده من الموجودين بتشوف الامن اللي اتقتل وبتصوت، والدنيا بتتشقلب وكل واحد بيرفع سلاحه، حتى جو بيثبت ضخم وبيطلب منهم محدش يضرب نار عليه. اما الست اللي هتشتري الحبوب بتاخدها وبتحاول تهرب، وقتها البنت اللي في الاوضه بتصوت وبتحاول تخرج لكن ما بتعرفش، وبتدخل في حاله غريبه جدا، وبيفكرها جو انها بنته وبيحاول يخرجها بس ما بيعرفش، وبيكون خلص على الكل. وفجاه بيشوف ضخيم وهو بيحاول يهرب، وبيضربه عشان يعترف له على مكان اللي خطفوا بنته، وبيضطر يقول له على اسم السفينه اللي هي فيها. وفي نفس الوقت بيظهر فرانك وبيطلب منه يبعد عنه، بس بذكاء جو بيقلب على الترابيزه وبيثبته، وهم ملهيين في بعض. بياخد ضخيم حبايه وبيتصدم انه حجمه بيكبر جدا، وبيطلعوا يجروا بسرعه، وروبن والكل بره بيتخضوا، وبيفتح جو كل انابيب الغاز عشان يولع فيه، وفجاه بيلاقوا روبن في وشهم فبياخدوها معاهم. ولما بيخرجوا بيحط فرانك الكلبشات ايد جو، بتتخانق روبن معاه لانه ما عملش حاجه غلط، وكل اللي عاوزه يلاقي بنته، بس بيتجاهل كلامها وبيطلب منها ترجع البيت، وما بيتكلمش جو، ده بيضايقها اكتر، وبتفضل تزعق لهم وهم ماشيين. وبتلاقي واحد من الشركه ماشي بعربيته فبتركب وبتروح وراه، وفي نفس الوقت جو بيعرف فرانك ان الرئيس بتاعه هيكلمه يقول له على عنوان يروحوا علشان يقتلوه هناك وياخدوه هو السفينه، وفعلا بيحصل كده، وبيقتنع فرانك بكلامه وبيتفق يسمع الكلام اللي هيقوله. وبنروح لروبن، اول ما بتدخل العربيه من البوابه بتروح وراهم، وقتها كمان فرانك بيدخل من البوابه وراهم، لكنهم بيقفشوهم بس ما بيلاقوش في العربيه غير جو بياخدوه. فبيروح فرانك لروبن وبتتخانق معاه، بس بيفهمها اللي حصل وبيديها سماعه، وبيطلب منها تراقب له اللي طالع واللي داخل لحد ما ينقذ جو يرجع لها. وبيروح لبتاع الامن وهو في طريقه بياخد حبايه وبيطلب منه يدخله، فبتتحايل على روبن يمثل عليه علشان ما كان بيعمل، وفعلا اول ما بيعمل كده بيخاف منه. اما جو بيودوه للرئيسه وبيطمنوا ان بنته كويسه وبتاخده تتكلم معاه شويه. اما فرانك بيغدر برجل الامن وبيضربه بالنار، وبتتخض روبن لما بتشوف المنظر. اما جو بتحكي له الرئيسه عن قصه الست اللي اخدوا منها خلايا زمان واستفادوا منها بعدين في علاج السرطان، وان بنته حاله مميزه لازم يستغلوها. فبيتضايق من كلامها وبيعرفها انها تاجرة مخدرات مش دكتوره، فبيضربوه بتخلوهم ياخدوه بعيد. اما روبن بتتسحب لحد ما بتدخل وبتروح لفرانك، بتلاقيه ضرب اللي بيراقب الكاميرات ومكتفه، وبيتخانق معاها انها طلعت، بس بيلاقوا امر بانهم يفتحوا باب معين، فبيعملوا كده بسرعه، وبيطلب منها تخليها مكانها لحد ما يمشوا، وبيتفقوا على مكان يتقابلوا فيه، وبتقول له على الطريق اللي يمشي فيها، بس فجاه بيشتغل ينظره، وبتطلب الرئيسه من واحد من رجالتها يروح يشوف فيه ايه. وقتها بتشغل روبن شاشه كانت فاصله، وبتلاقيها بتراقب الاوضه اللي فيها بنت جو، بتبلغ فرانك بس الصوت بيقطع، وفجاه بيظهر واحد وراه بيبقى لسه هيهجم عليه بس بيصده، وبتسمع الرئيسه الصوت وبتفهم اللي بيحصل، وبتطلب من الراجل اللي بعتته يشوف الوضع يروح اوضه المراقبه. اما فرانك بينزل ضرب في الراجل لحد ما بيوصل للشخص اللي بعتته الرئيسه، وبيكسر الباب على روبن، بس بيتحرق دمه لما بيلاقيها هربت. وبعد شويه
شوية بيكون فرانك خلص عليه وبياخد حباية، وساعتها الرئيسة بتأمرهم يمشوا بالسفينة، وبنشوف روبن وبيمشي شخص وراه لكن بتستخبى منه. اما جو بنشوفه هو بيتكلم مع الشخص اللي ربطه لحد ما بيصدمه وهو بياخد حباية، وده بيخوفه وبيخليه يفكه. وبعدها بشوية بيروح له الراجل اللي كان رايح لروبن وبيهاجمه، وبيبقى لسه هيتهجم عليه لكن فرانك بيتدخل في الوقت المناسب وبيخلصوا عليه. اما روبن بتوصل للأوضة اللي فيها بنت جو، بتعرفها انها من طرفه وبتفرح جدا، بس بيضطروا يستخبوا بسرعة عشان الرئيسة بتدخل تدور عليها هي ورجالتها، ولما ما بيلاقوهاش بيقرروا يطلعوا السطح يدوروا عليهم. وكمان جو وفرانك لما ما بيعرفوش يفتحوا الابواب بيطلعوا السطح يشوفوا روبن، وفجأة بيشوف جو بنته وبيحضنوا بعض وهم طايرين من الفرحة، وبياخدوا بعض وبيمشوا. بس في واحد من رجالة الرئيسة بياخد حباية وبيمشي وراهم، وفجأة بيلاقوه في وشهم، فبيطلب جو من فرانك ياخدهم للمركب اللي هيهربوا بيها، وفعلا بيعملوا كده وبينزل جو في ضرب بكل قوته. اما روبن بتروح من طريق تاني وبتفك احبال المركب وبتشاور لجو بتمشي، وقتها بيقدر جو يخلص عليه وبيروح لهم المركب، بس روبن ما بتكونش وصلت، وللاسف بتكون الرئيسة قبضت عليها وبتهدد جو بيها، فبيعرفهم انه هياخد حباية ولو حصل له حاجة يهربوا بالمركب، وبيخرج لهم وهو متحصر من كل ناحية وبيطمن على روبن الاول. بس الرئيسة كل اللي بتكون عاوزاه بنته، وبيفاجئهم بحباية في بقه. اول ما بياخدها بيلاقي ضرب نار عليه من كل ناحية، بس بيحصل انفجار كبير بسببه وده بيخلص عليهم كلهم مرة واحدة. وبعد ما الكل بيموت بيقع على الارض، وبتروح لروبن وهي منهارة من العياط وبتحاول تفوقه بس ما بتعرفش، وبتبعدها بنته وبتحط ايديها على وشه فبيحصلوا تغييرات في جسمه، وفجأة بيفوقوا وبيبقوا مبسوطين جدا وبيطلعوا المركب وبيهربوا على طول. وتاني يوم الخبر بينتشر في البلد كلها باللي حصل. اما فرانك بيعرف جو انه هيروح يتكلم مع الرئيس بتاعه وهيفضحهم بسبب اللي عملوه، فبيشجعوا جو. بيروح لروبن وبيعرفها ان مكان الفلوس في شنطة عربيته، وبيحضنها وهو بيعرفها ان هيبقى ليها مستقبل حلو. وبيمشي جو بنته وبتكون طايرة من الفرحة انها خلاص رجعت لباباها. اما روبن بتاخد شنطة الفلوس من العربية وبتدخل البيت تفضي الفلوس قدام مامتها، وبتديها الاكل اللي كانت ناوية تجيبه لها وبتحضنها، بس طبعا مامتها ما بتكونش فاهمة اي حاجة. ولحد هنا بيخلص فيلمنا.